والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين، والسلام عليكم أعزائي المشاهدين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الصيف هذا كنبغيو شي حاجة تكون باردة ومنعشة. فاليوم حبيت نتشارك معكم الريب. الريب اللي غني عن التعريف، كل شي عارف الريب. كنا كنشريوه من المحلبات. شحال هادي بدرهم أو 2 دراهم، وكناكلوه ما كنعرفوش بصراحه كيفاش كيتصاوب وكيعجبنا. دابا الحمد لله كل شيء ولا معروف، حتى حاجه ما بقات مخبيه. كيدار بطريقه سهله وما كنحتاجولوش لا خميره ولا الحبه ديك اللي كيروبوا بها ولا حتى شي حاجه. ان شاء الله تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا طريقه تحضير هذا الريب. وما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس، فضلا ليس امرا، باش يوصلكم ديما الجديد ويوصل هذا الفيديو لاكبر عدد كبير من المشاهده وكل شيء الناس تستفد. فما نطول شيء عليكم ونخليكم دوزوا تشوفوا طريقه تحضير هذا الريب هذا. غادي نحتاجوا واحد الكاسرونه اللي كتحط فوق النار. غادي نحتاجوا نص لتر ديال الحليب. انا كنعبر بهذا البايركس، عندي فيها الارقام فيها العبارات. خديت نص لتر. هذا العبار هذا راه ممكن تضوبلوه على حساب عدد الاشخاص اللي عندكم، راه ماشي ضروري ديروا هاد المقادير هذه بالضبط. انا كندير على حساب الاشخاص اللي عندي. نص لتر الحليب، 2 معالق ديال السكر خشن، وواحد الكاس ديال دانون فاني. راه دانون فاني حلو، داكشي علاش ما كترش السكر. وغناخد كاسرونه اللي غنحطها فوق النار والضراب. ما محتاجاش مسائل كثيره كيف ما كتشوفوا. وهادو كويسات اللي غندير فيهم، نخوي فيهم الريب بعد ما يوجد ونخليه يروب ويبرد في الثلاجه ونقدموه. اول حاجه كناخذوا الحليب بارد، ها هو كما كتشوفون سطره الحليب بارد خويته في كاسرونه. غادي نزيد عليه السكر حبيبات. انا ما كثرتش السكر، وكل واحد يدير على حساب الحلاوه اللي كيبغي. درت غير 2 معالق كبار لان دانون اللي غندير يوغورت اللي غندير حلو بنكهه الفانيلا. فكنخلط هذا الحليب مع السكر ينسجم مع بعضياته، وغادي ندوز نحطو فوق النار. دانون غنخليه من بعد ماشي دابا، غنقول لكم وقتاش غيدار. غنحط الحليب ديالي فوق النار ونخليه، او هنا مازال باقي ما سخنش، مازال بارد، وغنخليه حتى يسخن ويبدا جاي للغليان. انا ما نخليهش يغلي يفيض، غير يبان لي جاي للغليان ونطفي عليه. انا غنوريكم كيفاش. هانتوما لاحظوا، ها هو يلا بدا بان لي جاي للغليان. انا ما نخليش حتى يغلي كامل يطلع كله، وصافي كنطفي عليه وكنحطو على جنب باش يرتاح شويه من الحراره. انا خليته بصراحه حتى برد شويه، ما يبردش بزاف، كيولي دافي. اللحظه اللي تخيسوه بصبعكم وما تحرقوش، هو دافي ولكن ما كتحرقوش، يعني باقي سخون ولكن ندير صبعي وما صبعي ما كيتحرقش. كنجيب هاد الدانون ديالي كنفرغو في الحليب يوغورت، وكنبدا كنضرب بالضراب كيف ما كتشوفوا. كنخلط بالضراب حتى ينسجم ليا دانون مع الحليب وما يبقاش عندي داك دانون مكتل. ها نتوما كيف ما كتشوفوا ساهل ماهل، ما كيطلب لا وقت لا مجهود لا مقادير. سطرة الحليب والسكر وكاس ديال يوغورت فانيلا حلو. الحليب ديالنا كنخليوه حتى كيبدا جاي الغليان وكنحطوه كيدفى. كنقيسوه بصبعنا ما كنتحرقوش، هو دافي ولكن ما كيحرقناش. عاد كنزيدو عليه اليوغورت وكنخلطوه مزيان بالضراب حتى كيتنسجم دانون مع الحليب، ما كيبقاش مكتل. كنذوقو كنشوفو بغينا نزيدو السكر نزيدو، ما بغيناش صافي هو هذاك. انا جاني هو هذاك، ما كنكثرش السكر بزاف. وكنبدا كنفرغ الخليط ديالي في هاد الكويسات اللي عندي. هاد الكويسات هادو راه زاج
وعندهم غلاق ديالهم كيتحكم محكم الغلق، باش الا بغيت نديرو في الثلاجه كنغطيه باش ما يشم ليا حتى شي ريحه، وكيبقى ليا مزيان. من بعد انا ملي كنت كنحضر في هاد الريب، كان الفران عندي سخون، كنت كنطيب فيه الخبز وملي ساليت. هو دائما ملي كنبغي نطيب شي حاجه في الفران صراحه كنتفكر الريب، لان كنطفي ملي كنطيب داكشي اللي كنطيب كنطفي الفرن وكيبقى الفرن سخون، وكندخل فيه هذا الريب ديالي باش يروب فقط. كيف ما كتشوفوا راه ما درت فيه لا خميره لا حبوب الترويب لا حتى شي حاجه من داكشي اللي كيدار باش يولي لنا ريب. وانتم غتشوفوه ان شاء الله راه يولي ريب وكيتجمد، ويعني كيبقى خاتر. انا درتو في هاد الاناء، غنديرهم في هاد الاناء باش يبقاو دافين ومجموعين. هاد الاناء هذا اللي غادي نغطيه وندخلو الفران. الفران كيف ما قلت لكم راه عاد دابا طفيتو، كنت كنطيب فيه الخبز وراه سخون مزيان وطفيتو، وغادي ندخل الريب ديالي كيف ما كتشوفوا كنغطيه بواحد الزويف بحال ما هكذا وكنحطو في الفرن. ها هو كيف ما كتشوفوا انا كنوريكم حطيت هاد الكاميله ديالي في الفرن. تحطوه في اي حاجه ماشي ضروري كاميله، اي حاجه عندكم. وها هي النتيجه بعد ما كيروب. انا بصراحه الا درتو مع الصباح كنخليه حتى العشيه عاد كنخرجو نديرو في الثلاجه، والا درتو في العشيه كنخليه يبات حتى الصباح عاد كنخرجو نديرو في الثلاجه، كيبرد وكيتقدم كيف ما كتشوفوا بالصحه والراحه. لذيذ وسهل التحضير. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكنتمنى نكون فتكم وتكون هاد الوصفه سهله. جربوها في هاد الصيف هذا راه كيجي رائع. وان شاء الله ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والسبسكرايب وتفعيل الجرس باش ديما يوصل الجديد، ويوصل هاد الوصفه هذه توصل لعدد كبير من الناس وكل شيء يستفد منها. فما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم الى اللقاء في امان الله في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.